بتعملي ايه؟ ما ترميش المية دي. انا حبيت الرز وهقولك الوصفة السرية للشعر الاسيوي الطويل. اسمعيني كويس، في قرية هوانجلو الستات في القرية دي مميزة بأطول شعر في العالم، وأنا سر شعرهم الطويل. أنا بحتوي على مادة اينوسيتول، المادة اللي بتخترق خصلة شعرك وبتصلحها من جوه، وكمان بتزود مرونة الشعر وبتمنع إنه يتكسر. ودرع الحماية لشعرك أحسن من أي منتج. أول حاجة لازم تغسلي الرز كويس قوي، وبعد كده هتحطي الرز في مية وهتقلبيه بالراحة لحد ما المية يبقى لونها شبه اللبن كده. الرز هيبدأ يطلع فيتامين بي وإي. هتسيبيها تتخمر لمدة 48 ساعة في درجة حرارة الأوضة عشان البي اتش بتاع مية الرز يعادل حموضة شعرك ويزود حيوية شعرك. هنحط مية الرز على فروة الشعر وجذور الشعر، وهنعمل مساج للفروة شوية ونسيبه على شعرنا لمدة 10 دقايق، وبعد كده نغسله بمية فترة. وهنحط قشر برتقان عشان نعمل كمان أحسن سيرم لتطويل الشعر ويدي للشعر ريحة منعشة وفريش. وكده عرفتي سر الشعر الحريري بأقل تكلفة ومجهود، ولسه في أسرار كتير لشعرك. اعملي شير لأصحابك وفولو عشان يوصلك كل جديد.